السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل لكم الكبدة الاسكندراني على اصولها بتكاتها وحركاتها، وكبدة المحلات، كبدة العربيات اللي كلنا بنبقى نفسنا نقول هي بتتعمل ازاي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. تعالوا معايا وتشوفوا تكات وحركات عبد الرحمن مع الكبدة. يلا يا عبد الرحمن قول لنا المكونات اللي معانا. معانا كبدة وفلفل حلو وقرن حامي وشوية توم محترمين ومعلقة فلفل عشان تضيع الزفارة ومعلقة ملح، ومنحتاجش توابل أكتر من كده، وليمونة اللي يعوزها يحطها كده في الآخر. ومعانا الزيت، طبعا الزيت يعني. يلا يلا بينا بقى نشوف الشيف عبد الرحمن وهو بيشتغل كده وتكاته وحركاته. زي ما قال لكم الكبده، الفلفل معانا، الفلفل وطبعا بنحط كده قرنين او قرنين حامي، عشان لازم ان انتوا عارفين الكبده الاسكندراني تبقى سبايسي، واللي عايز يكتر زي ما يحب. طبعا والثوم كده يبقوا شويه محترمين، والفلفل قلنا زي ما قال لنا الشيف عبد الرحمن اللزوم كده يضيعوا الزفره. هي الكبده ما بتحتاجش توابل اكتر من كده. ويلا بينا نشتغل ونشوف الشيف عبد الرحمن هيعمل ايه. يلا بينا. اتكلم يا عبد الرحمن. ده بنحط الزيت. الزيت يسخن ينزل بالكبدة، نديها صدمة. بعد ما ندي الكبدة صدمة ننزل بالفلفل والثوم على طول عشان تطلع زي ما احنا عايزينها. وهي دي طريقة الكبدة الاسكندراني على الفحم. ننزل بكله عشان يستووا مع بعض. ننزل بتوابلنا، نسيب ده كله ياخد ود بعضه كده عشان تبقى مستوية كده كويسة. نسيبها كده مع بعضها حوالي دقيقتين مش أكتر ونبص عليها تاني. يا جماعة أنا هكمل معاكم. أنا إن عبد الرحمن قال لي كملي يا ماما عشان أنا مكسوف أتكلم، فأنا هكمل أنا كده. هي خلاص استوت كده مية مية. يلا نقدمها كده يا جماعة. بنكون خلصنا كبدتنا بتكاتها وحركاتها. يلا يا جماعة لايك وشير وفعلوا الجرس، وما تنسوش عبد الرحمن بالكومنتات الجميلة بتاعتكم، تشجيع ليه كده عشان يعمل لنا فيديوهات اكتر. وعلموا اولادكم يدخلوا المطبخ، حاجة كويسة. ما يسلمش الامر، تعبانة اي حاجة يساعد مراته في المستقبل، حاجة حلوة يعني. ما تنسوش بقى كده كومنتات جميلة من حضراتكم. والكبدة الاسكندراني والليمونة زي ما قال لكم عبد الرحمن دي اللي يحبها، فعشان كده انا ما عصرتهاش. احنا عندنا مش بنحب نضيف الليمون، انا حطيتها لان في ناس بتحب تحط ليمون وتحب تحط خل، وبيقولوا ان دي الكبده الاسكندراني. بصراحه يا جماعه انا لما دقت الكبده من العربيات وطعمها الكبده لا فيها ليمون ولا فيها خل، وهي الكبده اللي بنبقى كلنا ماشيين كده الريحه ايه، مشعشعه وحاجه تفتح النفس كده، اللي مش جعان يعوز ياكل. فانا سالت واحد محترم كده واقف بيعمل كبده على حق كده، قلت له ايه اللي انت بتحطه؟ قال لي ما فيش ازيد من الدقه اللي هي التوم دي، الازازه اللي بيبقى عاملاها دي لا فيها خل ولا فيها ليمون. هو على ساعة ما بيجي يسخن لنا الكبدة بيحط طشة منها كده عشان الكبدة ما تتحرقش، يعني لا فيها خل ولا فيها ليمون. مفيش أزيد من الشطة والكبدة، واعمليها بنفس الطريقة وهتشم الريحة، ريحة المطاعم، وهتاكلي طعم المطاعم، ولا افتكاسات ولا ابتكارات. وهي دي أقل تكات وحركات ولايك وشير وكومنتات جميلة. وما تنسوش تشتركوا معايا في القناة اللي ما اشتركش، ومع أحلى كبدة اسكندراني وفيديوهات قادمة أكتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تشجيع على عبد الرحمن يا جماعة.